بقول لك ايه يا هندسه، ايه رايك في الشوفرليه اوبتر اللي انت شغال فيها دي؟ من ناحيه شغل ولا من ناحيه عربيتك الملاك اللي هتركبها؟ والله ناس كتير بتسالني بتقول لي هجيب شوفرليه اوبتر اشتغل بيها في اوبر وكريم، ايه رايك فيها؟ ما انصحكش. ليه بقى؟ الموتور ده عشان تعمل فيه اي حاجه 90% منه لازم يطلع بره. يعني عندك الكارتيره بس عشان تفكها لازم تنزل الفتيس. طب هو المشكله عندك في الموتور بس وتصليحه او تعمل فيه اي شغل ولا في حاجه ثانيه؟ لا، هو الموتور في تصليحه المفروض يكون سلس. لو انت شغال المفروض يكون سلس طب معاك. بالنسبه للقطع الغيار بتاعتها موجوده ورخيصه ولا ايه ظروفها؟ موجوده بس مفيش حاجه رخيصه. مفيش حاجه. يعني اقول لك على حاجه على سبيل المثال، زي مثلا الجيلي بي واي دي، الفيرنا، اللانوس، الكلام ده، ولا اعلى منهم؟ لا، هي تعتبر ليها حقبه كده لوحدها. يعني الفيرنا والبي واي دي واللانوس ده كله انا ممكن اشغل له اي حاجه في اي حاجه بتمشي، لكن دي لا، لازم تروح لازم له. حاجتها. لازم حاجتها. طب اهلا وسهلا، وانا راكب بي ام يعني واخده صيت على الفاضي. لو حد جايبها لعربيته الشخصيه تمام، مش عربيه شخصيه، مش استخدام شخصي، عربيه جميله وثابته وحلوه وجميله، مش شغل. لكن شغل وشقه مش هتنفعكم. تمام. انا بس عشان في ناس كتير بتسالني فانا حبيت اسال اهل الخبره. في الشغل لا. تمام. حبيبي هندسه، كل نورتني. ما تنساش تشير المعلومه عشان غيرك يستفاد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.